في فبراير 2019 عالم الرياضة اتغير للأبد، مش بسبب ضربة قاضية في مباراة، لكن بسبب قرار رسمي من الاتحاد الدولي للملاكمة بتغيير قوانين اللبس للسيدات. البطلة اللي ورا التغيير ده هي بنت عربية مسلمة شابة في بداية حياتها ومتمسكة بحلمها لآخر دقيقة، وهي زينة نصار. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. زينة اتولدت سنة 1998 في برلين من أب وأم لبنانيين، يعني نشأت من أصول عربية وعاشت في ألمانيا. في البداية ما كانتش بتفكر في الملاكمة خالص، كانت بتلعب كرة السلة، لحد ما في يوم وهي عندها 13 سنة شافت فيديو البنات بيلعبوا ملاكمة على يوتيوب، وفي اللحظة دي في حاجة جواها اتغيرت وقررت إن دي لعبتها. زينة حكت إنها انبهرت بالاستقلالية في الملاكمة. في السلة لو الفريق خسر الكل بيشيل المسؤولية، لكن في الملاكمة انت والخصم بس. فبتحكي في الكتاب بتاعها بتقول بايم باسكت بال جيفنت oder فعاليات man als Team Boxen ist ehrlich da bist nur du und dein Wille. يعني في كرة السلة بتكسب أو تخسر كفريق، لكن الملاكمة صادقة، مفيش غيرك انت وإرادتك. زينة راحت تشترك في نادي للملاكمة والمدربين انبهروا بسرعتها وذكائها، بس كان في صورة عالية قدامها: القوانين. في الوقت ده قوانين الاتحاد الدولي للملاكمة كانت بتمنع أي حد يلبس حجاب أو يغطي دراعه ورجله في المباريات الرسمية. فتخيلوا بنت عندها 14 أو 15 سنة بتواجه سيستم عالمي. لكن زينة ما بطلتش ولا انسحبت، بالعكس دي بدأت تتدرب بجهد مضاعف عشان تثبت كفاءتها في الحلبة. وهي نفسها قالت إن في البداية الناس قالوا لها تختار يا الحجاب يا الملاكمة، والمدربين استغربوا إني داخلة الجيم بالحجاب، بس أنا كان ردي دايما في الحلبة مش بالكلام. اللي وقف جنبها ساعتها المدربة بتاعتها نادلين بوستلر. زينة دايما بتوصفها إنها الأخت الكبيرة أو القدوة. في لقاءاتها زينة حكت إن ناندي كانت بتصمم لها لبس رياضي مخصوص محتشم عشان تقدر تتمرن وتنافس بيه، ده قبل ما شركة نايكي تدخل على الخط وتعمل لبس رياضي للمحجبات. وبعد سنة من التدريب المدربة ناندي قالت لها إنها بقت مستعدة للمنافسة وهتدخل أول مباراة رسمية ليها. فأول بطولة رسمية ليها بطولة برلين للناشئين 2013. زينة كانت مستعدة وجاهزة، لكن قبل ما تطلع الحلبة الحكام قالوا لها ممنوع تشاركي بالحجاب لأن ده مخالف للقوانين. اعتمد الحكام على القوانين القديمة للاتحاد الدولي للملاكمة اللي كانت بتشترط إن الملاكمة لازم تلبس تيشيرت كات وشورت قصير، وبتمنع تماما تغطية الراس أو الدراع أو الرجل، لأسباب سموها وقتها الأمان والزي الموحد، على أساس إن اللبس ممكن يحمي راس اللاعب أو دراعه ويمنع الضربة. فزينة وضحت ساعتها إن اللبس اللي بتلبسه بقماش رياضي خفيف بيغطي الجلد بس مش بيحمي. في اللحظة دي حكت إنها ما بكتش، بالعكس حست بغضب إيجابي. زينة بتحكي إنها حست بظلم رهيب لأنها كانت مؤهلة رياضيا بس اترفضت كشكل. الموقف ده هو اللي ولد عندها الإصرار إنها تتدرب أكتر وخلاها تقرر إنها مش هتكون بس ملاكمة، دي هتكون صاحبة قضية هتغير القوانين. بس المدربة ناندي ساعدت زينة في تقديم الالتماسات للاتحاد الألماني للملاكمة عشان يغيروا قانون لبس الملاكمة، لحد ما وافقوا بعدها بسنة. بعد الضغط الإعلامي والقانوني الاتحاد الألماني للملاكمة عدل لوائحه داخليا، يعني جوه ألمانيا بس، وسمح لزينة بالمشاركة بلبس محتشم وبالحجاب. فساعتها فازت بالمركز الأول وبقت بطلة برلين للناشئين عام 2014. وحققت زينة سلسلة انتصارات متتالية في 2014 بدون هزيمة، ما اتهزمتش في أي مباراة رسمية في سنة 2014 بالكامل. وبتحكي عن الفترة دي في كتابها بتقول: Jeder Sieg fühlte sich an, als würde ich die Welt erobern. Ich dachte, ich sei unbesiegbar, weil ich schon den größten Kampf gegen die Regeln gewonnen hatte. يعني كل مكسب كان بيحسسني اني بغزو العالم، كنت فاكرة اني لا اهزم لمجرد اني كسبت اكبر معركة ليا
ضد القوانين أصلا، وافتكرت رسمة رسمتها وهي عندها 10 سنين قبل ما تفكر في الملاكمة ومحتفظة بيها لحد دلوقتي. رسمت صورة ليها هي وأهلها وهم طالعين في التلفزيون، والرسمة دي زي ما رسمتها على الورق رسمتها في الحقيقة. لكن في 2015 واجهت أول صدمة قوية ليها في مسيرتها، أول هزيمة في ماتش تصفيات بطولة ألمانيا. بتحكي إنها دخلت الماتش ده وهي عندها ثقة زايدة، كانت لسه بتستمتع بانتصارها القانوني والرياضي في 2014. واجهت خصمة ألمانية كانت أكتر خبرة منها في تكنيك النقاط، والماتش كان قوي جدا. زينة وصفت اللحظة دي إن إحساسها كان كأنها نهاية العالم. كانت فاكرة إنها خذلت كل الناس اللي حاربت عشان حقها في اللعب وأهلها اللي كانوا بيتفرجوا على الماتش، لكن المدربة ناندي قالت لها الجملة اللي خلتها تقف تاني وتكمل: Zina, jetzt fängt das Boxen erst richtig an. يعني يا زينة دلوقتي بس الملاكمة بدأت بجد، بمعنى إن لما تواجه خصوم أقوى وتتعلم منهم وتكسر فخ الغرور وتاخد خبرة من المكسب والخسارة، كده يبقى بدأت الملاكمة الحقيقية. لحد في 2018 زينة قدرت تعدل الموازين بمساعدة مدربتها وإصرارها. الاتحاد الألماني للملاكمة عدل قوانينه وسمح لها تشارك بالحجاب في البطولات الرسمية. وفي السنة دي زينة نصار بقت بطلة ألمانيا للوزن الخفيف، بيسموها بطولة وزن الريشة. بس الطموح ما كانش محلي بس، الضغط زاد على الاتحاد الدولي للملاكمة، ولقى نفسه في موقف محرج. ازاي بطلة دولة زي ألمانيا ممنوعة تلعب في بطولات العالم؟ ففي 9 فبراير 2019 وبسبب قصة زينة وتأثيرها، الاتحاد الدولي أعلن رسميا تغيير القوانين والسماح للملاكمات المسلمات بلبس الحجاب في البطولات الدولية في العالم كله. ودي ما كانتش مجرد ميدالية، ده كان انتصار لجيل كامل وحق من حقوق الأمة العربية والإسلامية. كسبت بطولة برلين للسيدات 6 مرات، منها 5 مرات متتالية ورا بعض من سنة 2018 لسنة 2022، وكسبت بطولة ألمانيا مرة واحدة، وخاضت أكتر من 40 مباراة رسمية، فازت في أغلبهم بمستوى عالي. فبعدها شركة نايكي للملابس اختارتها عشان تكون أول وجه إعلاني لملابس المحجبات الرياضية. والمهم هنا إنها قدرت توازن بين الرياضة ودراستها، بتدرس علم الاجتماع والتربية في جامعة برلين، وده كان ليه أثر وتأثير في طريقة تفكيرها جوه حلبة الملاكمة وبره الحلبة. فليها نظرة مختلفة للملاكمة، بتقول إن الملاكمة زي الشطرنج بس بالجسم، بوكسن است في شخ ميت ديم كوبا، وإن إحساس الغضب أو الخوف جوه الحلبة هو اللي بيفقدك التركيز. دلوقتي لما اتسألت في حوار مع مجلة شبيجل الألمانية بعد 6 مرات بطلة برلين ومرة بطلة ألمانيا عايزة توصل لإيه تاني، قالت بالنص: Mein allergrößtes Ziel ist es, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Das wäre für mich ein Traum und ich möchte weiter für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung kämpfen. يعني هدفها الأكبر إنها تشارك في الأولمبيات العالمية، ده حلم حياتها، وإنها تكمل رحلتها في إنها تسعى وتكافح عشان تحقق العدل والمساواة في الحقوق. وده بعد ما سافرت باكستان في يناير 2021 تبع مبادرة لدعم الملاكمة النسائية والرياضة هناك، وكان معاها أسطورة الملاكمة العالمي روي جونز جونيور. الموقف اللي أثر فيها وخلاها تقول الكلام ده لما دخلت نادي ملاكمة في باكستان في إسلام آباد، شافت بنات كتير صغيرين بيبصولها بإعجاب وانبهار، إنها فتحت باب للمسلمات المحجبات إنها تدخل عالم الملاكمة. فساعتها قالت لهم: Sport sprengt Grenzen. Es ist egal, woher man kommt oder wo man gerade steht. Es geht nur darum, wer man sein will und was man bereit ist, dafür zu tun. يعني الرياضة بتكسر كل الحدود، مش مهم انت جاي منين ولا واقف فين دلوقتي، المهم بس انت عاوز تكون مين ومستعد تعمل عشانه ايه.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.